السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هنعمل معاكم فراخ مشويه. طبعا بطريقه سهله وبسيطه زي ما عودتكم ام حسن. يلا نشوف الاول واحده واحده ايه هنبداوا ازاي. اول حاجه معانا الفراخ اهيت. طبعا الفراخ هي معانا مغسوله بالليمون والملح والدقيق وكل حاجه. خلاص باخد الحته كده بايه بفتحها من شايفين معايا كده، عشان في الشوي تشوي معاكي بسرعه وما تت ايه وما تت يعني اسمها ايه ما تت ايه ما تحرقش معاكي. خلاص تفتحي حته اللحمه كده زي ما انتم شايفينها. خلاص طبعا عند عند الدبوسه كده تفتحيها، وعند الكتف برضو تفتحيها مش ما تغيبش معاكي في الشوي. وتفتحي الدبوسه وكله الحتت دي كلها تفتحيها وتظبطيها كده. انا غسلاها ومظبطاها بس بوريها لكم اهيت. خلاص يلا بقى نتبل معانا ونسمي الله. اول حاجه كنت عامله اول كبه اهيت فيها بصل، هعمل كمان كبه كمان. خلاص الكبه دي فيها بصل وفيها شطه وفيها فلفل. هعمل كمان واحده زيها كده، بصلتين كبار وشطه. اهم خطوه على ده كله هو اللبن. اللبن ده يا جماعه بديه طراوه، تبقى حته اللحمه طريه كده معاكي ومديه آه، تبقى مسكره كده معاكي كده شويه وما فيهاش زفاره. طبعا انا مغسوله بالليمون وبالخل وكل حاجه ونضيفه معانا، بس الحاجات دي برضو بتزود من حلاوه حته الفرخه معاكي. خلاص طبعا هي مغسوله ومظبطه وكل حاجه، بس اهم حاجه التتبيلات ديت بتخليها حلوه معاكي. طبعا لازم تشربي حته اللحمه معاكي الفرخه معاكي ديت التتبيلات دي كلها كده وتظبطيها معاكي. تسيبها 5 ساعات 6 ساعات زي ما انت حابه. كل ما تسيبها في التتبيله وفي الخلطه ديت بتديكي طعم كويس. تفضلي بقى ظبطي كده فيها بحيث الطبق اللي انت حطاها وكل حاجه انت حطاها تشرب كل حته في الفراخ اللي انت عاملاها. ما تخليهاش بره، حطها في التلاجة على طول عشان ريحه البصل ما يعملش مع الفراخ. حطها في التلاجة ما تخليهاش بره. كده عملنا الخلطه خلاص معاكم اهيت.
وظبطناها. يا رب تكون وصفات ام حسن بتعجبكم، زي ما تستفادوا من الفيديو. ما تبخلوش عليا باللايك، علشان كل ما تعملوا لايك وتشتركوا في القناه بيفعل من القناه وبيخلي يعني تزيد معاكم يعني وكده. لو عجبكم الفيديو، اللبن دي بدي ايه تيست كويس في حته اللحمه معاكي. طبعا البهارات اللي معاكي ايه مظبطاها، مظبطه كل حاجه اهيت، ومفتحه الفراخ معاكي ومشربه كل التتبيله معاكي اهيت، بتفرق في الطعم. تنفع بقى معاك اي عزومه، اي حفله بتعمليها، اعياد ميلاد عيالك، اي حاجه طبعا بتنفع وبتبقى ايه تشرفك قدامك. اهيت كده هسيبها ايه في التلاجة على الرف كده على بال ما نيجي ان شاء الله نشوي. طبعا بتاكلي معاها رز بسمتي من اللي هو الايه الاصفر، او تاكليها بعيش وطحينه زي ما انت حابه. بس الفراخ المشويه بتاكلش معاها رز من اللي هو الابيض. خلاص يا جماعه كده خلاص ايه فراخنا خلاص ظبطناها اهيت، والحمد لله كده خلصنا. وفاضل بقى الرز والايه والشوي.